السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم حبيت نتكلم عليه على يعني الهضرة راهي بزاف وإشاعات على الأطفال تاع ولاد جلال مساكين. الله يرحمهم هادوك اللي توفاو واللي نجا من هذه الحادثة. الحمد لله يا ربي، يعني تعافى، إلى أنه الحالة النفسية تاعه يعني يكون في صدمة بطبيعة الحال. الناس اللي قالوا تغلق عليهم، غلقوا عليهم يعني الصندوق الخلفي او العمار كما نقولوا. وكاين ناس ايضا اللي راهي تقول انه هما غلقوه وتغطوا فيه، يعني خزنوا فيه، كانوا يلعبوا مع بعضهم. هذاك الطفل بعد ما خرج الجد نتاعو ايضا تكلم. الجد تاعو قال بلي في وقت المغرب يعني كي بدينا نحوسوا عليهم، والله العظيم يعني ديك الدار ديك اللوطو اللي كانوا فيها يعني عندها مدة وهي مركونة، يعني عندها مدة وهي مركونة. وفتشنا فيها وما ديناهاش فيها، زعما قلنا بلي هذيك راهي مغطيه في شحال كيفاش يدخلوا فيها. وفعلا كان هذاك هو الشيء اللي احيانا الحاجه اللي ما تشكوش فيها هي اللي نطيحوا فيها صحيحه. بعد التفتيش كيما شفتوا في الفيديو، يعني انا فيديو ما بغيتش نحطه، حتى لو يعني هما الاهل المساكين طلبوا بلي باش يتحذفوا الفيديوهات، الا انه انا بيني وبين نفسي والله ما قدرت نتفرج، ما قديتش. جبدوا الصغير ومن بعد جبدوا الكبير، ومن بعد يعني كانوا باينين بلي انهم متوفين. ومن بعد هذاك اللي كان ناجي مسكين كان في حالة صدمة، يعني عينيه محلولين، ما قدش يتحرك. اول حاجة لانه يعني التنفس كان عنده ثقيل، وثاني حاجة كان مصدوم لانه مدة اللي كانوا يعني يحوسوا فيها حسوا بسوايع ولا. لكن المدة اللي هما تغموا فيها مساكين مقدوش نعرفوا شحال. المهم الحمد لله يا ربي اللي نجا، والاخرين مساكين والله ربي يصبر اهلهم عليه. قلت لكم هذاك الطفل قال لهم بلي كنا نلعبوا وبغاو يرقدوا على حساب يعني يديروا لا سياست، يديروا النوم بعد الظهيرة. ومن بعد يعني من السيارة دخلوا من السيارة ونقزوا في الصندوق، فهمتوني؟ يعني من السيارة من الداخل ونقزوا في لامار. بعدها يعني داتهم عينهم. كي داتهم عينهم ممكن جدا انه في اثناء النوم تاعهم تخنقوا ما قدوش ينوضوا، صاي مع الحراره هذيك السياره قال لك مغطيه، وزيد بزياده صغار، يعني الطفل سكروا هذيك سكره، يعني رقدوا من النوم، يعني ربي يدى الامانه امانته يعني ما. وهذاك الطفل الوحيد الذي نجا، لكن كيفاش ما عاودش خرج وما ولاش يعني في الكراسه وكاع، كان تحت الصدمه وكان ما قادرش يتحرك. بالك الناس اللي شافت الفيديو ما كانش مسكين قادر يتحرك باش ينوض ولا بها، يعني اول حاجه حاله تاع صدمه نفس صدمه، وثانيا كان في مسكين حتى هو ما كانش قادر لا يتنفس ولا يتحرك. هذه هي القصة والحقيقة كاملة. نقولوا يعني الأجل تاعهم ربي يصبر أهلهم، وهما مساكين طيور من الجنة. والآخر إن شاء الله ربي يشافيه ويقدره على تخطي هذا الأزمة. ما بقى نقول لكم تلاقوا فيديو آخر، نشوف إن شاء الله يكون في أحسن، في أخبار جيدة إن شاء الله. سمحوا لي على اللخبطة في الكلام. يلا السلام عليكم.